بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. آمنت بالله. صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها على مسامعنا المقرئ ياسين محمود عبد الخالق الشرقاوي من جمهورية مصر العربية في مستهل درس جديد من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال شهر رمضان الأبرك. الدرس الثاني يلقيه بين يدي جلالة الملك الأستاذ بهاء الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، ويتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد: أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة، انطلاقا من قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الهداة المرشدين. صاحب الجلالة أمير المؤمنين، أتشرف بإلقاء هذا الدرس في حضرتكم الشريفة، وهي مناسبة لأتقدم إلى جنابكم المنيف بأسماء عبارات الشكر من مؤسسة العلم والدعوة التي أنتمي إليها، ألا وهي جامعة دار الهدى الإسلامية بكيرلا جنوب الهند. والشكر لكم على التفضل بقبول طلبة من عندنا للتكوين في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات عبر 5 أفواج، وسيعودون إن شاء الله لتستعين بهم دار الهدى في مهمتها الدينية التأطيرية، وهي التي ما فتئت منذ 40 سنة تقوم بالدعوة بالعلم والحكمة، وقد تخرج منها أفذاذ من العلماء الدعاء يعمل عدد منهم في القارات ال5.
مولاي أمير المؤمنين، أشرع في موضوع درسي وأقول: من رحمة الله بالإنسان وتكريمه له أن عرفه بخالقه بواسطة الوحي حتى يعرف الناس من خلقهم ورزقهم وإليه مصيرهم، ويعرفوا مراد خالقهم منهم في الحياة، وما سبل فلاحهم وإحسانهم لأنفسهم فيها. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وشفقته أنه لم يترك الناس سدى، بل أرسل إليهم الرسل والأنبياء يدعونهم أن يبلغونهم، وجعل هؤلاء الرسل يستنفرون لهذه الدعوة من يرثونهم فيها من العلماء بنفس شروط الرسل، وهي التوحيد والإخلاص وحب الخير للناس. ولبسط الكلام في هذا الموضوع نقدمه إن شاء الله في 4 محاور تراعي توالي الزمن لما فيه من الإيضاح. المحور الأول في الدعوة قبل الإسلام، والمحور الثاني في الدعوة إلى الإسلام كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحور الثالث في الدعوة في تاريخ المسلمين بعد النبوة، والمحور الرابع في الدعوة في سياقنا الحاضر. المحور الأول: دعوة الأنبياء قبل الإسلام. قال الله تعالى في سورة غافر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والرسل والأنبياء الذين ذكر القرآن الكريم أسماءهم 25، وقد أرسلوا إلى أقوامهم في المجال الواقع في شبه جزيرة العرب والشام في مدة زمنية من نوح إلى بعثة الإسلام، مرورا بإبراهيم وموسى ووصولا إلى عهد عيسى عليهم السلام، وبين بعثة وأخرى مدة يفتر فيها فهم الدين أو العمل به، فيحتاج الأمر إلى دعوة رسول جديد. وموضوع دعوة الأنبياء والرسل هو الإيمان بالله الخالق وبيان الهدف من الخلق، وهو ما جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك لأن عبادة الله الغني تعطي المعنى للحياة، وهدفها إحسان الإنسان لنفسه. وكان الإشكال الأكبر الذي واجه الدعاة من الأنبياء والرسل هو الإقناع بالتوحيد، أي إفراد الله الخالق بالعبودية، لأن الإنسان يميل إلى الانتصاب بنفسه إلها من دون الله، ولأنه يستكبر أن يبعث الله بشرا مثله يحمل إليه حقيقته وينبهه إلى ما تتوقف عليه نجاته. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولنأتي من القرآن الكريم بنموذج دعوة نوح عليه السلام مع قومه، فهي شاملة لما وقع في غيرها من الدعوات. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إن في هذا الوصف القرآني عناصر مشتركة بين دعوات كل الأنبياء، وهي بيان أن النبي يدعو إلى الله الواحد، وأن القوم الذين يردون عليه بتكذيبه وإنكار دعوته هم في الغالب من كبار قومه ومن أصحاب المصالح الذين يريدون الحفاظ على الأمر الواقع.
وأن الذين يسارعونه إلى اتباعه هم في الغالب من الفقراء الذين يطالبه الأغنياء بطردهم، وأن الرسول يبذل الجهد في النصح ويجادل بالبينة والإقناع البعيد عن الإكراه، متبرئا مما ينسبه له المكذبون من الدعاوى، وأنه ليس له غرض من استجابتهم إن كان الله قد أراد بهم غير الإيمان. ولأن الإنسان حتى بعد إيمانه معرض للفساد والإفساد، فإن الدعوة لا تتوقف عند الاستجابة الأولى، بل تتعهد الإنسان بعد الاستجابة بالإصلاح، وهذه مهمة الأنبياء في تربيتهم، والعلماء الذين يشرحون بعدهم مقتضيات الإيمان من التزام الأخلاق، وهو تحد عظيم، لأن أمر الدعوة هو أمر تربية قبل أن يكون أمر تعليم. هذا العهد السابق للدعوة المحمدية هو عهد تحضير لخير الإنسانية. المحور الثاني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بعث الله رسوله محمدا بالبيان في القرآن، وأن الدعوة هي لهداية الإنسان إلى الاعتدال، ومن ذلك إصلاح الدنيا بالآخرة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وبناء على هذه الاستمرارية في دعوة الإصرار على الحق في مواجهة الاضطهاد الذي انتهى بهجرته صلى الله عليه وسلم واضطراره إلى الدفاع العسكري عن دعوته حتى تنتصر، لأنها ليست مشروعا شخصيا، بل هي تكليف رباني لا خيار فيه، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. ويتمثل كمال عناصر الدعوة في كونها تدور على الأخلاق موضوعا ومنهجا، ففي هذا المنهج جاء قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. وهو منهج يستند إلى أخلاق صاحب الدعوة، كما هي مبينة في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكانت نتيجة هذه الدعوة بهذا الكمال الأخلاقي هي ميلاد نموذج خير من المجتمع صار مرجعا في حياة الإنسانية، كما قرر القرآن في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والتحدي الكبير هو في الفهم الصحيح لموضوع الدعوة بالنسبة للحياة أو للمجالات التي يغطيها الدين، ويكون السلوك فيها مطابقا لقيم الأخلاق، وعلى رأسها قيمة العدل. إن التنزيل التاريخي للدعوة المحمدية يفيد أن هذا الدين الذي هو موضوع الدعوة شامل لكل مناحي حياة الأفراد والجماعات والأمة، ولأن عنوان هذه الشمولية في فهم الناس العادي هو السياسة والدولة، فإن أمر الدعوة يصبح أمرا شموليا، ذلك لأن الارتباط وثيق بين إمكانات الخلاص الفردي والخلاص الجماعي، أي إن السياسة السليمة هي الضمانة للتدين السليم على مستوى الأفراد والجماعات والأمة، كما أن التدين السليم هو رفد السياسة العادلة حقوقيا واجتماعيا. فالتنزيل النبوي حقق هذه الشمولية العلوية، والمفترض عقلا أن يتبعه في هذه الشمولية ورثته في الدعوة، مصداقا لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول المفسرون في موضوع هذه الآية إن الدعوة إلى الإسلام في صدر البعثة المحمدية واجبة على الأعيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أي بقدر الاستطاعة. ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية، كما دل عليه قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهنا يصير أمر الدعوة متطلبا للمؤسسة، أي المسؤولية الإمامة في كل بلد، حماية له من الجهل والانتهال والتطرف. وإذا عرفت أسباب الخبال في شأن الأمة كان ذلك نصف السبيل إلى الخروج منه،
ذلك أن الدعوة في الفوضى وبلا حسبة من قبل العلماء قد تؤدي إلى عكس المقصود منها. المحور الثالث: الدعوة في تاريخ المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا المحور الثالث المتعلق بالدعوة في تاريخ المسلمين بعد العهد النبوي وقبل سياقنا الحاضر، سنقتصر على الإشارة الوجيزة إلى 4 ظواهر. الظاهرة الأولى هي قضية الفتوح، لأن الناس يربطون بها دخول الإسلام إلى بعض البلدان، والإشكال هنا متعلق بحكم استعمال القوة لنشر الإسلام، وذلك لأن المبدأ الأساس هو لا إكراه في الدين، ولأن الحروب التي وقعت في العهد النبوي جاءت في سياق الدفاع عن النفس ولمواجهة الأطراف التي قامت منذ البداية بالعداء للدعوة ولصاحبها. وهذه المسألة ليست مما يترك بدون استقصاء، لأن البحث التاريخي حري بأن ينصف الإسلام ويظهر أن دخوله كثيرا من البلدان على سبيل الفتح يمكن أن يظهر أن أغلبية سكان تلك البلدان سمعت بالإسلام محررا من أنواع التعسف السياسي والقهر باسم الدين، فتحمست له ونجحت بفضلها تلك الفتوح التي يمكن أن تعتبر عمليات تحرير ذاتي لا وقائع غزو أجنبي. والظاهرة الثانية تتعلق بدور التصوف في الدعوة، اعتبارا لكونه مبنيا على التوحيد وداعيا إلى الأخلاق، ولكونه يغطي عالم الإسلام من حيث الزمان والمكان، فوجب على من يهمه أمر الدعوة في الوقت الحاضر وبالنسبة للمستقبل أن يبحث في ملابسات غمط دور هذا التوجيه في نشر الدعوة إلى الإسلام وتعهدها بالتخليق والإسهام فيه بالوجوه النافعة. الظاهرة الثالثة تتعلق بمقاربة العلماء للدعوة، لأن خدمتهم للأصلين هي في صميم الدعوة، ولأن التراث الفقهي والحكمي الذي ألفوه خدم الدعوة بإخلاص، فكل تجلياته تدل على فهم قائم على حسن النية، فاضلا كان أو مفضولا. وكان منهم دعاة عاملوا الوقار في النفوس إلى جانب العلم، فانتشرت بهم السكينة والفضيلة. الظاهرة الرابعة هي الانتشار السلمي للإسلام على أيدي دعاة أخيار في أقاصي بلاد الإسلام، سواء كانوا من العلماء أو ممن غلب عليهم التصوف أو ممن كانوا من التجار والرحالين. فحري بالمسلمين اليوم أن يتهروا بقدر الإمكان حتى يخرجوا هذا التاريخ من حيز الأسطورة إلى حيز المفاخر التي تستقى منها عبر تدفع بها التهم ويجهر بها في عدة واجهات، لا سيما في أعماق آسيا وإفريقيا. مولاي أمير المؤمنين، يقتضي الكلام في موضوع الدعوة في السياق الحاضر توضيح عدد من الجوانب المتصلة بالواقع على الميدان. أولها بيان أنواع الدعوة، وهي 7 على الأقل. أولا، دعوة من لا دين لهم لاعتناق دين. ثانيا، دعوة من لهم عبادة على دين معين منزل أو متغير لاعتناق دين جديد أو دين آخر بدعوى أنه الدين الصحيح. ثالثا، دعوة داخل نفس الدين من جهة فرقة أو مذهب لاتباع فرقة أو مذهب آخر على أنه المذهب الأصح بالنسبة للأصل أو الفرقة الأكثر تمسكا بالأصول. رابعا، دعوة داخل نفس المذهب لاتباع طريقة في الاعتقاد غير ما بني عليه المذهب دون الخروج منه خروجا كاملا. خامسا، الدعوة لتصحيح السلوك داخل نفس المعتقد أو المذهب. سادسا، الدعوة التعليمية التصحيحية لتعاليم الدين عبادات ومعاملات، وهي المسماة عادة بالإرشاد. سابعا، الدعوة التربوية الروحية التي هدفها تنمية الالتزام الفردي بتعاليم الدين من أجل الاتباع. وبعد بيان أنواع الدعوة يتعين بيان أنها تجري اليوم في سياقات متعددة لاختلاف الأسباب، ومنها أولا أن كثيرا من أهل الأديان السابقة للإسلام لم يصدقوا أن الأديان كلها من عند الله عبر رسالات متتابعة نسخ بعضها بعضا تصحيحا للتحريف وتحقيقا للكمال. ثانيا، في هذا السياق يعتقد أهل كل دين أن دينهم هو الأصح، ويعملون بوسائل متنوعة لاستكثار أتباعهم على حساب أتباع الأديان الأخرى. ثالثا، إن أهل الدين الواحد قد انقسموا شيعا على شكل فرق عقدية ومذهبية، انقساما لا يؤخذ من جهته الإيجابية على أنه الاختلاف الجزء المحمود داخل الاجتهاد، بل يؤخذ في كثير من الأحيان على أنه مقابلة بين الحق والباطل.
رابعا، إن التطور التاريخي قد جعل المسلمين في بعض البلدان أقلية داخل أغلبية من دين آخر، الأمر الذي يجعل التساكن محفوفا بالمخاطر من جهة الإحساس بالضعف من جهة الأقلية أو الإحساس بالطغيان من جهة الأكثرية، سيما وأن الحالة التي وقعت للنبي نوح عليه السلام هي عدم الموافقة على طرد المنضمين لدعوته، حالة متكررة تثير الغيظ من جهة الاستقواء. أما وسائل الدعوة في السياق الحاضر فتشمل أولا الوسائل التي يمكن وصفها بالتقليدية المعتادة، وهي الدعوة القولية الجماعية على سبيل الوعظ، كما في حلقات الإرشاد في المساجد وكخطب الجمعة أو الخروج بقصد اللقاء والإقناع. ثانيا الدعوة القولية الفردية المباشرة على سبيل النصيحة والتذكير. ثالثا الدعوة التعليمية التي تشرح الضرورية من العبادات أو المعاملات أو الأخلاق. أما أشكال الدعوة الحديثة فهي كل الأشكال التقليدية المذكورة مع فرق كبير، وهو أنها قابلة للإرسال عبر وسائل إلكترونية بعيدة المدى ذائعة الانتشار، وقد يكون المضمون خطبا طويلة أو رسائل بمقاسات قصيرة عبر وسائل مطاحة على مواقع إعلامية معينة. وأكثر المتكلمين في الدين باسم الدعوة لهم منابر شخصية خاصة يتناولون فيها ما يشاءون من المواضيع التي لا حصر لها من حيث المضامين والمقاصد، تناولا لا رقابة عليه ولا حسبة، مع العلم بأن مضمون الدعوة في بعض هذه الحالات يكون بضاعة مطلوبة بأجر مادي متهافت عليه، سيما إذا مزجت بين قدسية الموضوع وهو الدين وبين مخاطبة الأهواء والنوازع البشرية الخالية من التقوى والواقعة على الأغلب في دائرة الجرأة التي كان السلف ينكرونها. ومن الظواهر الأخرى المصاحبة للدعوة الدينية في السياق المعاصر ظهور أنواع من الإغراءات بقصد الاستقطاب الديني أو العقدي أو المذهبي أو السياسي، وأسوأ أنواع هذا الإغراء ما كان مشوبا باستغلال احتياج المستهدفين المتدينين لاستقطابهم، الأمر الذي يشعر بحالة تشبه الحروب الدينية. أما محفزات الدعوة في هذا العصر قائمة كذلك، وعلى رأسها عدة مظاهر نذكر منها أولا هذه الإمكانية الهائلة غير المسبوقة في التواصل، وإن كانت مزاحمة من طرف ما لا حصر له من أنواع دعوات الجهل والتطرف والانتهال، وهي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله وينفونه تحريف الغالين وانتهال المبطلين. بالرغم من كل هذا فإن المظهر الثاني في هذا العصر هو انتشار العلم بشكل غير مسبوق يتيح للناس الموضوعيين والفطريين غير المغفلين إمكان التبين الفكري والتمييز العقلي. أما المظهر الثالث الخادم للدعوة الدينية فهو طغيان المادة على الحياة، وما يدفع إليه هذا الطغيان من البحث عن الدين أمام الشعور بالفراغ الروحي. أما معيقات الدعوة فعدة مظاهر نذكر منها غياب حماية الدين من المهام السياسية لمعظم البلدان، أصداء التفرق القديم عند المسلمين في فهوم اليوم، ومن يجيز لهم الانشغال بهذه الخلافات وإعطائها أهمية لا تستحقها. وقوع حالات من الظلم على صعيد العالم تخلق الالتباس في أذهان المسلمين فيما يتعلق بالاحتجاج أو كظم الغيظ أو إحسان التصرف دفاعا عن الدين. نشوء حركات لا دينية في العالم غير محايدة تحارب الدين باسم العقل والعدل والسياسة، وتجد أصداء في أرض المسلمين. ولهذه الاعتبارات كلها تعظم الحاجة المتزايدة إلى العلماء الدعاة الربانيين الصادقين الأكفاء المؤثرين القائمة بالدعوة، وهم لا يبتغون بها إلا وجه الله وإسداء الخير للناس. مولاي أمير المؤمنين، اسمحوا لي في الختام أن أتقدم من باب النصح والتواضع لله بالآراء الآتية. أولا ضرورة التعاون بين أهل الأديان كلها من أجل إقناع العالم غير المتدين بالخير الذي في الالتزام بالدين لحفظ القيم الإنسانية المشتركة بدل التنافس والاستقطاب من جهة بعض الأديان على حساب البعض الآخر. ثانيا ضرورة حصول إجماع بين المسلمين على نبذ التطرف والتكفير، ضرورة احترام الاختلاف الاجتهادي في الفروع المذهبية كما كان عليه سلف الأمة.
ثالثا الاقتناع بأن الدعوة الفردية والجماعية لا يجوز أن تستغل في أغراض غير دينية تشوش على الناس باسم الدين. رابعا ضرورة الاقتناع بأن الدعوة المطلوبة في كل عصر وفي هذا العصر بالذات هي المبنية على المثال والأسوة والنموذج على مستوى الحضارة، وللمسلمين مسؤولية في التحقق الأخلاقي كأمم بقيم دينهم حتى يكونوا نموذجا يقتدى بهم. وفيما عدا هذه السبيل فإن مجرد الدعوة التي لا يؤيدها السلوك على مستوى الأفراد وبعض الجماعات قليلة الجدوى، بل هي في بعض الحالات لا تزيد عن إثارة الآخرين واستفزازهم. والسلام على المقام العالي بالله والختم من أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في ختام الدرس الديني الذي ألقاه بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ بهاء الدين محمد الندوي من الهند، يتقدم للسلام على جلالة الملك ثلة من العلماء الأجلاء المشاركين في الدروس الحسنية. ويتعلق الأمر بالشيخ مصطفى سونتا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الكوت ديفوار وخليفة الطريقة التجانية بالكوت ديفوار. كما يتقدم للسلام على صاحب الجلالة الأستاذ عبد الحكيم محمد الأنيس كبير باحثين أول وعضو بهيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، والشيخ عبد الفتاح بن صالح بن محمد قديش اليافعي المشرف العام على مركز الخيرات باليمن، والأستاذ أبو بكر الزبير مبوانا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تنزانيا الاتحادية ومفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والأستاذ أحمد النور محمد الحلو عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تشاد والمفتي العام للجمهورية، والأستاذ أكرم الندوي مدير وأحد مؤسسي معهد السلام بأكسفورد في بريطانيا، والأستاذ سليم علوان أمين عام دار الفتوى بأستراليا، والأستاذ عمار كامارا أبو بكر رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية ليبيريا ورئيس المجلس القومي الإسلامي بهذه الجمهورية، والأستاذ مظهر محمد الحموي عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بالجمهورية اللبنانية، والأستاذ محمد الأمين توراي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية غامبيا، والأستاذ صالح حنداي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية إفريقيا الوسطى، والأستاذ الشيخ مامادو أبو دوباتشي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الطوغو. ويقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين نسخة مطابقة للأصل من مخطوط دلائل الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الجزولي بخط محمد بن القاسم القندوسي الفاسي المتوفى بفاس عام 1861 ميلادية. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء. رمضان كريم وكل عام وأنتم انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.